محافظة طنطا، تحديدا في شارع اسمه النفس المقطوع. والاسم ده مجاش من فراغ، اتسمى كده لأن اللي كان بيعدي في الشارع ده بالليل بيحس بضيق في التنفس وكأن الهواء بيتسحب من حواليه. في الشارع ده كان في بيت صغير. البيت ده كان ورث من جد لابنه ومن الابن لحفيده. اللي حصل جوه البيت ده خلى أي حد يعدي من جنبه يغير الرصيف اللي ماشي عليه، واللي سمع القصة بطل يمشي في الشارع أصلا. وفي يوم الحفيد قرر يفتحه بعد 25 سنة كان مقفول، بس هو ما كانش يعرف إن الباب ده لو اتفتح بعد العشاء عمره ما بيتقفل تاني. البيت ده موجود في طنطا، وبيت شكله عادي خالص، 3 أدوار وبلكونة صغيرة في الدور التاني وشباك دايما مقفول. لكن اللي يعرف الحكاية هيقولك إن الشباك ده اتفتح مرتين بس في آخر 30 سنة، وفي المرتين كان بيحصل كوارث. البيت ده كان ورث من واحد اسمه الحاج سعد، وكان تاجر قماش، راجل محترم بس مخبي جواه أسرار كتيرة. وفي يوم الحاج سعد اختفى وقعدوا يدوروا عليه، ولما دوروا عليه لقوه في أوضة فوق وقاعد على الكرسي ومفتح عينيه بس ميت. من ساعتها البيت اتقفل ومحدش قرب ولا حتى أولاده. لكن في 2022 حفيده قرر يدخل البيت، وكان عايز يبيعه ويبدأ شغل جديد. هو وصاحبه جم يوم خميس ودخلوا بعد صلاة العشاء، وأول ما فتحوا الباب شموا ريحة شبه ريحة العفن، والرطوبة كانت مغرقة المكان. بس كمان كان في حاجة مش مفهومة، عمالين يشموا ريحة حريقة أو ريحة حد ميت. دخلوا ومعاهم شنط للتنظيف وشغلوا الكشافات، كانوا عاملين حسابهم الدنيا تبقى تمام وينضفوا شوية ويتكلوا على الله. البيت كله غرقان في التراب، لكن الغريب إن في أوضة واحدة كانت نظيفة تماما، أوضة في الدور التاني وبابها مقفول بس المفتاح في الباب. حاولوا يفتحوه والمفتاح كان بيلف بصعوبة، بس في الآخر فتح. وأول ما فتحوه لقوا في وشهم على الحيطة كان في شخابيط بس مش مفهومة، كأن كان حد كاتب كلام ومسحه، لكن فاضل منه أثر. والأغرب إن في نص الأوضة كان في كرسي هزاز شبه اللي قاعد عليه الحاج سعد لما مات، بس الكرسي ده كان بيتحرك لوحده ببطء، رايح جاي رايح جاي. اللي حصل بعد كده خلى صاحب البيت ينهار حرفيا لحد النهاردة ولسه بيتعالج. بعد ما دخلوا الأوضة وقعدوا يتفرجوا على الخرابيش كان في واحد فيهم اسمه حسام، وحسام ده هو حفيد الحاج سعد. وقال لصاحبه تعالى يا صاحبي شوف الخربشة دي كأنها كلمة اوعى. هو قال الكلمة من هنا وبعدها الكرسي الهزاز وقف فجأة وما بقاش يتحرك خالص. السكوت ده ما طولش، لأن بعدها بثواني حصل صوت خبط زي حد بيخبط بإيده على الخشب. سمعوا الصوت ده 3 مرات. طب جاي منين؟ من تحت الكرسي. قربوا عليه ومفيش حاجة، بس هما بيقربوا بدأوا يحسوا بالبرد، ودرجة حرارة الأوضة كانت بتنزل بطريقة مش مفهومة. في اللحظة دي موبايل بتاع حسام رن. الساعة كانت تقريبا من 3 ل3 وربع الفجر. طب مين بيتصل؟ رقم مجهول. ورد عليه حسام، لكن مفيش صوت. قعد يتكلم ومفيش أي صوت ولا حد بيرد عليه. بس بعدها بكام ثانية بالظبط سمع صوت واحد بس، صوت ست كبيرة بتقول بصوت واطي انت جيت بدري، احنا لسه ما خلصناش. وقفل الخط. البيت بعدها بدأ يحصل فيه حاجات غريبة. النور قطع والباب اللي كانوا سايبينه مفتوح اتقفل لوحده، مفتاحه اتكسر جواه، والهواء بقى مكتوم وكأنك بتتنفس دخان. وصوت الكرسي رجع من تاني، والكرسي بدأ يتهز لكن المرة دي أسرع بسرعة وكأن حد قاعد عليه. الولد التاني صاحب حسام جري وطلع ينط من الشباك، بس قبل ما يوصل للشباك كأن في حاجة سحبته، ووقع على الأرض وابتدى يصرخ وعمال يقول في حاجة ماسكة رجلي، والله ماسكة رجلي. خرج وبقى في حالة هلع وفزع مش طبيعي. وحسام كان واقف مش قادر يتحرك، واقف بس بيتفرج وعينيه على الكرسي
اللي فجأة وقف تاني وبعدين اتقلب على الأرض لوحده. تاني يوم لقوه في المستشفى والولد التاني اتجبست رجليه، وحسام ما بينطقش، عينيه مفتوحة بس مش بيرمش، والدكاترة قالوا الصدمة عنيفة ومش عارفين هيرجع لطبيعته امتى. وكل اللي قاله هو في حالة الهذيان دي جوه الطوارئ كانت كلمة واحدة بس: هي ما خلصتش. بعد يومين أهل حسام بدأوا يدوروا عليه. هو وصاحبه كانوا قايلين إنهم رايحين البيت القديم، ولكن محدش شافهم من وقتها. أخو حسام الكبير اللي اسمه خالد قرر يروح يشوف، ودخل البيت لوحده. كانت الساعة حوالي 2 الظهر. معاه شنطة فيها كاميرا مراقبة صغيرة وفلاش يدوي. أول ما دخل لقى الباب مفتوح، رغم إن المفروض إنه اتقفل لما الولاد دخلوا والقفل كمان اتكسر. بس الغريب إن الباب رجع سليم، وكأن أشطر صنايعي جه وصلحه. خالد دخل وكل حاجة باين عليها إنها عادية، مفيش كراسي مقلوبة ومفيش أصوات مش مفهومة، بس في حاجة واحدة مش طبيعية: البيت كان هادي بطريقة مبالغ فيها، مش سكون عادي. البيت كان معزول تماما عن العالم، تحس كأنك في مقبرة. وكان خالد ركب الكاميرا في مدخل البيت قبل ما يدخل وشغلها عشان تسجل، وبدأ يطلع في الدور التاني. الأوضة اللي حصل فيها اللي حصل لحسام وصاحبه كان بابها مقفول من تاني، بس المرة دي كان الباب مرشوش بمية وريحة مسك مالية المكان، وكأن حد حاول يطهر الأوضة ويعطرها. فتح الباب ودخل، بس مفيش حاجة، الأوضة كانت فاضية تماما. لكن في ورقة على الأرض، ورقة مكتوب عليها بخط باهت: ما تبصش وراك. خالد ضحك وقال: يا جماعة ده فيلم رعب رخيص ده ولا ايه؟ ومشي وقفل الكاميرا ورجع البيت. وبالليل فتح اللابتوب علشان يراجع تسجيل الكاميرا، وهنا الرعب الحقيقي ابتدى. من أول دقيقة الكاميرا كانت بتسجل مدخل البيت وفاضي ومفيهوش أي حركة. بس بعد 10 دقايق شاف ظل بني آدم واقف وماشي ناحيته، لكن ملامحه مش واضحة، كأن الصورة مش مظبوطة أو مهزوزة. وكل ما يحاول يزوم عشان يشوفه ملامحه بتختفي أكتر. فجأة الظل وقف قدام الكاميرا ووشه بقى واضح، وكان نفس وش حسام بس من ناحية الهيئة. بس وشه كان أبيض بالكامل ومفهوش لا عينين ولا في بق. الكاميرا وقفت والشاشة اسودت. خالد أول ما شاف كده صرخ وطلع يجري من البيت سايب كل حاجة حتى الجزمة والجاكيت، ونزل الشارع نص هدومه مش عليه، وجاله انهيار عصبي. وكل اللي قاله وعمال يقوله بصوت عالي: ده مش حسام اللي في الكاميرا، ده مش أخويا. بعد اللي حصل لخالد الناس بدأت تتكلم، والكلام وصل للشرطة. وفي ضابط اسمه محمود من المباحث قرر يدخل البيت ده لأنه مصدقش الكلام ده، وقال له لشوية شباب بيخرفوا. دخل معاه أمين شرطة وكانوا لابسين كمامات بسبب الريحة. في الأول كل حاجة باين عليها عادية، لكن أول ما طلعوا الدور التالت لقوا باب أوضة متشمع، بس مش بشمع عادي، شمع أخضر ومكتوب عليه بخط كبير: تحذير رسمي، ملف مغلق من سنة 1973. الضابط محمود أمر بفتحه وطلعوا الملف اللي جواه. كان عبارة عن أوراق صفرة وباين عليها إنها قديمة جدا، وفي أول صفحة عنوان كبير: مذكرة دفن غير مكتملة. ملف كان بيحكي عن حالة غريبة: طفل صغير اسمه جمال اتولد في البيت ده سنة 1971، لكن ما كملش 3 شهور ومات. الغريب إن شهادة الوفاة مش موقعة ومش مكتوب فيها سبب الوفاة، بس في ملاحظة في الآخر مكتوبة بإيد شخص تاني: تم دفن الجثمان داخل جدار الأوضة الشرقية بناء على طلب الجد. الضابط وقف مذهول ومش فاهم أي حاجة، يعني في جثة جوه الحيطة؟ طلب استدعاء لجنة فحص، وبعد أسبوع رجعت الشرطة وبدأوا يكسروا في الحيطة، وفعلا لقوا تابوت صغير مدفون جوه الطوب. فتحوه وكانت الكارثة هنا: العظم مش لطفل، كان عظم بني آدم كبير وراسه مش موجودة. والأغرب إن التابوت من تحت محفور في نفس الجملة اللي كانت على الورقة: ما تبصش وراك. بعد الاكتشاف ده البيت اتقفل رسميا وتم إعلان إنه غير صالح للسكن. لكن القصة ما انتهتش. بعدها بأيام الضابط محمود اتعرض لحادثة وعربيته اتقلبت، وفي المعاينة لقوا مكتوب على إزاز العربية من جوه بالبخار:
انت فتحت اللي كان لازم يفضل مقفول. البيت لحد النهاردة لسه مقفول، بس كل شهر تقريبا الناس في الشارع بتسمع صوت طفل بيعيط جاي من جوه، والناس اللي ساكنة قصاده بيقولوا إن النور بيشتغل لوحده، خصوصا في حدود الساعة 3 ل3 وربع، وده نفس التوقيت اللي جات فيه المكالمة لحسام. وفي الآخر كل اللي دخلوا البيت ده إما اختفوا أو اتجننوا أو رجعوا بشخصية تانية خالص. لكن الحاجة الوحيدة اللي الكل اتفق عليها، البيت ده بيتفتحش بعد العشاء.